بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هو فين العربيه بتاعتك؟ وانت هتركب ايه دلوقتي؟ انا عملت اللي عليا امام الله يا جماعه، وجيت اسم السنبلاويين. تمام، الاسم اهو. انا جيت اسم السنبلاويين يا جماعه. يلا عشان اركب. طيب خلصوا. اهو الاسم ورايا ولسه طالعه منه دلوقتي. اسم السنبلاويين اهو. ده الاسم اللي عملنا فيه محضر استلام ورده. تمام. واضح كده يا جماعه ان في حاجه مش طبيعيه او في حاجه غلط، انا ما اعرفش ايه هي. تمام. اسم السنبلاويين اهو ورايا، لسه خارجه منه. انا قلت لكم من شويه في اللايف ان في حد اسمه احمد خد ورده. انا ما اعرفش احمد مين. اسمه احمد ايه؟ ما اعرفوش، انا ما اعرفش مين. المهم ان هو حد من المواطنين هنا في السنبلاويين. تمام. وزي ما كل المواطنين المصريين اللي كلموني في محافظه السنبلاويين ومعايا كل الاستغاثات اللي جات لي على الواتس بتاع المؤسسه، بناء عليه انا نزلت عشان انقذ ورده تاني واجيبها عندي الدور. لكن انا جيت واتصلت بالاستاذ اللي اسمه استاذ احمد اللي كلمني في تليفون المؤسسه وقال لي يا ريت يا استاذ سمر تيجي تاخدي الحاله ودي تعبانه ونفسي. وانا معايا طبعا التسجيل ده، التسجيل الصوتي معايا بصوته، وهو بيقول لي تعالي خديها وانا عندي فرح هروح وهرجع تكون انت جيتي من القاهره للسنبلاويين عشان تاخدي ورده. تمام. يعني زي يعني اسلوب طبعا مش ادمي ابدا ان هو يكلمني ويضحك عليا ويقول لي انا محافظ عليها لحد اما انت تيجي. طب انت عملت كده ليه يا استاذي المحترم؟ انت عملت الحركه دي معايا ليه؟ يعني ايه الغرض ان حضرتك تكلمني وتخليني انزل من بيتي واسيب ولادي وابني الرضيع واجي لحد السنبلاويين هنا واتصل بحضرتك اقول لك يا استاذي الفاضل انا جيت، انا قدامي الاسم، تعالى وهات ورده عشان ادخل اعمل المحضر واستلمها للدار. تقول انا بقاله ساعه بيقول لي انا 10 دقايق وجاي، يعني من الساعه 11 لحد دلوقتي الساعه 12 ونص كل شويه يقول لي انا قدامي 10 دقايق وجاي، انا قدامي 5 دقايق وجاي. وكل الشعب هنا في السنبلاويين عامل لي استغاثات، الحقي ورده يا استاذه سمر، الحقي ورده يا استاذه سمر، الحقي ورده يا استاذه سمر. وفي الاخر اجي ما الاقيش ورده. انا كده عملت اللي عليا امام الله. الفيديو ده يروح للسنبلاويين كلهم، لكل جروبات السنبلاويين اتمنى. تمام. يوصل لكل مكان. انا عملت اللي عليا امام الله، وجيت سفر طريق بقالي ساعتين بالظبط من بعد ما قفلت اللايف في الدار، لقيته بيتصل بيا. يعني انت بتعمل كده ليه؟ انا ما اعرفش، هو في بيني وبينك عداوه؟ يعني انا ولا اعرف حضرتك ولا يعني شفتك، يعني ما فيش بيني وبينك حاجه. ليه حضرتك يا استاذي الفاضل تقول لي تعالي استلمي ورده واجي وما الاقيهاش؟ ايه السبب؟ انتوا معايا يا ناس؟ انا عايزه الناس ترد عليا، عايزه الناس تقول لي رايهم ايه في اللي بيحصل ده. عايزه الناس ترد عليا. ورده اللي كانت في السنبلاويين يا جماعه. تمام. انا ولا اروح لاهلها ولا هجري ورا حالات تاني. واخر مره في حياتي هسمع كلام حد، اخر مره في حياتي هسمع كلام اي حد. انا المفروض ان انا عامله اللي عليا امام الله، ان انا استلمتها بمحضر وسلمتها لاهلها بمحضر. انا اللي هعمله محضر اثبات حاله في الاسم بتاع بدر بان اهلها رجعوها الشارع تاني، بس ده اللي انا هعمله بس. تمام. فعيب قوي، عيب قوي لما حضرتك تتصل بينا. انت بتعمل معانا حركه يعني ولا ده ايه؟ انا مش فاهمه يعني ايه حضرتك تتصل بيا وتقول لي تعالي استلمي ورده، ولما يجي طريق يا اخي اتقي الله، يعني اتقي الله. انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه.
واحد اسمه احمد من سكان محافظه السنبلاويين، من الناس اللي بعتوا لنا استغاثات من مدينه السنبلاويين. ليه انت اصلا تعمل كده؟ وكل الناس اللي بعتلي على الواتس استغاثات، الحقي ورده رجعت الشارع يا استاذه، اهلها خدوها ورجعوها. طب انا هعمل ايه؟ انا نفسها الوزاره قالوا لي انت مالك، قالوا لي كده، قالوا لي انت عملتي اللي عليكي امام الله، لما ترجع الشارع بقى هم يتحاسبوا. يعني انا اصلا وزاره التضامن نفسها مدياني القانون ده، يعني مدياني القانون ده ان لما حاله اسلمها لاهلها وترجع الشارع انا ما انزلش اخدها تاني اصلا اساسا. تمام. والناس بتسالني بكل سهوله انت ما بتنزليش ليه، انت ما بتعمليش ليه؟ لا والله اللي انا بشوفه مش قليل، اللي انا بشوفه شيء صعب. حطوا نفسكم مكاني لما تكونوا سايبين ولادكم، لما تكون سايبين ولادكم تمام واهاليكم. ويعني ابويا النهارده ال40 بتاعه، وكنت راجعه من التراب وكنت طول اليوم في الدار، ويعني والدي بقاله 40 يوم متوفي وانا عندي بيبي رضيع. يعني انا مش عارفه الناس بتعمل معايا كده ليه بصراحه، يعني شيء مش طبيعي، شيء حقيقي مش طبيعي. يعني انا حزينه جدا. هي الناس مبقاش في قلوبها خير؟ الناس دي مش في قلوبها خير خالص. احب ابشر الشخص اللي كلمني وبقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، دي اول واحده بقولها له، واقول له عند الله تجتمع الخصوم، وان شاء الله ان شاء الله مش هتشوف خير في حياتك بعد اللي انت عملته معايا، ان انت تجيبني من اخر الدنيا. تمام، تجيبني من اخر الدنيا مشوار القاهره، وربنا عالم انا سايبه ايه ورايا، سايبه ايه ورايا، وجايه من القاهره لحد السنبلاويين وتعملوا معايا الحركه دي. ما كنتش بعتولي يا جماعه، ما كانش حد كلمني والله. بص الناس مش عاجبها حاجه، نزلت مش عاجب، ما نزلتش مش عاجب. يعني اللي بيقول لي ما كنتش نزلتي، يعني انا مش كتر خيري ان انا نزلت بعد معاناه. تمام. وحسبي الله ونعم الوكيل، انا اكتفي بكلمه حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم، وشكرا على كده. مش مسامحه ابدا بصراحه، والشخص اللي عمل معايا الحركه دي مش هيشوف خير في حياته ابدا ابدا. معانا برضو المذيع طه كان واقف من الصبح، جه شاف حاله ورده ولقاها موجوده، وبعد كده الشخص اللي اسمه استاذ احمد ده خدها ومشي. والله يا جماعه انا جيت لورده وكان حواليها الناس، والاستاذ احمد قال انا عندي جمعيه خيريه تمام وانا هاخدها، وبعد كده اما رحت القسم معاه ما رضاش يسلمنا ورده، وبعد كده خد ورده في العربيه ومشي، وبعد كده صور معاها في العربيه بتاعته ونزل على صفحاته وبيقول انا مترشح لعضويه مجلس الشعب. لا احنا مالناش دعوه بقى بالحاجات دي، مالناش دعوه بالكلام ده، ربنا يسهل له طريقه. انا ما اعرفش هو مين، هو مترشح مش مترشح، هو من الاول في الاخر ده خير، اي كان ايه هو مين، المهم ان ده خير. وقال لها رجعت اهلك وخد سابني ومشي. وفي الاخر اكلمني وقدام حضرتك الظابط كلمني ولا ما كلمنيش؟ حصل يا فندم، حصل. انت حضرتك واقف الظابط كلمني ولا ما كلمنيش؟ حصل. الظابط كلمني في الاسم وقال لي احنا هنستناكي تيجي تعملي المحضر وتستلميها، بعديها هو خدها ومشي. وبعد ما انا طلعت اللايف من شويه راح كلمني وقال لي خلاص تعالي خديها، انا هجيبها لك عند الاسم، انا سايبها عندي في البيت تمام، واروح فرح وارجع. ولا الكلام ده حصل. انا بقول الكلام بما يرضي الله، وانا ماشيه على طريق، انا ماشيه يا جماعه على طريق. وفي حاجه يا جماعه، الدكتوره سمر هي قالت انا مش كنتش خلاص، بعد ما كلمتها قلت لها خلاص يا دكتوره سمر في حد خدها، وقالت خلاص انا مش هاجي وخلاص، وهي كانت في مدينه بدر. فرجع هو كلمها تاني وقال لها لا تعالي علشان تستلميها بعد ساعه. هي جزاها الله خيرا، هي طلعت جت من القاهره لحد السنبلاويين، مشوار ساعتين وشويه، وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين لا لقينا سمر. انا بالنسبه لي انا كمان ولا مش هاخد ورده اصلا، وبقولها على العلن اهو، لو العالم كله بعت لي ورده تاني انا مش هاخدها. خلاص انا جيت ومش هاجي هنا تاني، انا جيت المحافظه هنا ومش هاجي عمري تاني. خلاص انا عملت اللي عليا امام الله، وجيت وثقت بفيديو قدام كل المتابعين وكل جمهوري واحبابي الطيبين. انا جيت وعملت اللي عليا، وانتوا عارفين ان انا لما بروح مكان ما بلاقيش الحاله ما برجعلوش تاني خالص، ما برجعلوش تاني ومش هرجع تاني. ولو مين كلمني، لو الداخليه نفسها كلمتني وقالت لي خدي ورده، انا مش هاخدها
شفتوا بقول لكم ايه؟ مش هاخد ورده. تصرفوا بقى، حطوها مطرح عايزين تحطوها انتوا في دار، تخليها عندكم، تودوها لاهلها، انتوا تحملوا مسؤوليتها. اطلعوا بقى بيها فيديوهات، عايزين تطلعوا ترندات على قفايا طبعا عشان ورده مشهوره واتشهرت من بعد ما دخلت عندي الدار. انا عايز اسال الناس سؤال، ما الحالات كانت مرميه في الشوارع قد كده، ما بتجروش عليها ليه؟ ما بتجروش عليها ليه من بعد ما انا بصور معاها؟ يعني مش معنى الحالات بتجروا عليها بعد لما انا بصور معاها، قبل كده ما كنتوش بتنظروا لهم ليه؟ ما ورده كانت بقالها 4 سنين مرميه هنا، ما حدش فكر يجري عليها وياخدها هنا وهنا وهنا. مش معنى دلوقتي حليت في عين الناس كلها، كله عايز ينزل ياخدها ويتصور معاها ويعمل اللقطه. طب ما في مشردين كتير يا جماعه، ما تنظروا لهم. والناس اللي بتكتب لي هنا في مشردين، ما تروحوا للمشردين دول يا جماعه وتساعدوهم. ولا لازم سمر نديم تنزل تنقذ الحاله وتصورها والحاله تبقى ترند على حس سمر نديم وبعد كده تنظروا للحاله دي؟ عرفتوا بقى ان الناس بيكون ليها قيمه كبيره جدا لما بتدخل دار زهره مصر. عرفتوا بقى سيدات القصر زهره مصر بيعلوا من بعد دخولهم لدار زهره مصر. ده بفضل الله الواحد الاحد، ده بفضل الله الواحد الاحد. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا جعله سبب في ان هو يخلي الناس دي بس يخليهم كده واصلين للعالميه زي ورده وغيرها كتير في الدار عندي. وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب العالمين. احنا هنا في المكان اللي كان فيه ورده اللي هو التراب، فاكرينه؟ احنا عند التراب اهو، احنا عند التراب، ده المكان اللي كان فيه ورده اهو. اهو يا جماعه المكان اهو مش موجوده، بس انا متاكده ان هو كلها كام يوم وثلاثه بعد ما الناس تزهق منها من الشو والترندات هترميها تاني هنا. بس ساعتها انا مش هاجي للاسف، خدها وخلي بقى بتوع الشو والترندات هم اللي ينزلوا. للعلم بس انا قلتها كلمه، ان اي نزيله بتدخل الدور عندي بتتشهر من بعدي، الناس كلها بتجري تصور معاها، كل دور الرعايه بيبقوا عايزين ياخدوها. ليه؟ عشان اتشهرت من بعد ما كانت عند سمر نديم زهره مصر. تمام؟ اتمنى ان يبقى هذا المبدا عندكم لو انتوا بتعملوا لله، وربنا يكرمكم لو بتعملوا لله، وتنزلوا تنقذوا بقيه الحالات المشردين اللي في الشارع وتبصوا لهم. لكن الحاله اللي بتبقى في ايد سمر نديم بتبقى عجبه عجبه والله. يلا اشوفكم على خير واستودعكم مع الله. انا عملت اللي عليا وجيت وقلت الحاجات بما يرضي الله اللي حصلت كلها، وانا اتوقع على القاهره ومفيش نزول ليا تاني لانقاذ المشردين الفتره دي. يلا اشوفكم على خير. لا اله الا الله محمد رسول الله.